طيب تعالى نجرب حركة. ان انا عايز ارفع القماش ده. تمام، لو انا عملت بلي ارفع القماش ده هنا كده، وبعدين اسيبه يقع على الارض، يقع حر على الارض. يعني ما اخليش النقطة دي تبقى كونكتد بالكنترولر. تمام، نعملها ازاي؟ اول حاجة هنيجي على القماش. طبعا القماش ده هو اللي فيه اللعب كله. احنا الكلوس داينامكس خلاص مش هنيجي. هنا الموديفاير هي دي اللي هيبقى لها فيها اللعب. انت عندك دلوقتي الهوك. جميل. في حاجة هنا اسمها السترنس. لو انا يعني ايه جبت دي، خلينا نجيبها هنا كده. تمام، وقمت لاغي السترنس ده وهي شغالة بلاي. بص كده ايه اللي هيحصل. القماش هيرجع لمكانه الاصلي. يعني الكام بوليجون اللي احنا كنا مختارينهم وكونكتد بالكنترولر رجعوا لمكانهم الاصلي، المنطقة اللي فوق دي. تمام. طب ده صح؟ لا ده مش صح. هو دلوقتي ده ملوش سلطة على القماش، بس القماش في مكانه، انا عايز يقع في المكان الجديد اللي هحطه فيه. فالسترنس ديت ان انا اخليها زيرو مش هتفيد بنتيجة. تمام. دي المفروض ترجع مكانها. مشكلة بقى دي عشان ترجعها مكانها الحقيقي القديم لازم تعمل كنترول زد، فبتبوظ الدنيا يعني. تمام. المهم ان دي خلاص مش هقدر اجمع، لكن اللي انا اقدر اعمله ان انا هضيف موديفاير كمان زيادة، وهو ده اللي هتحكم فيه بقى. الموديفاير ده هو ده اللي هقول له اعمل سيبريشن بينهم الاتنين او وصلهم بينهم الاتنين. فهاجي على القماش اضيف موديفاير اسمه فيرتكس. هيطلع لي كذا واحدة، 3. تختار اول واحدة فيرتكس ميكس. تمام.